السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل الدوريتوس ومش هنشتريه تاني من بره، هنعمل كمية هايلة جدا بمكونات سهلة وبسيطة وقرمشة ولا أروع. تعالوا ازاي نشوف وصفتي والطريقة. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة ل4 معالق كبار من الدقيق ذرة، وكمان معلقتين كبار نشا، ومعلقتين كبار دقيق عادي. وبعد كده التوابل معلقة صغيرة من بهارات البروستد ودي موجودة عند العطار، وكمان معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة مش مليانة من بهارات الجبنة أو بهارات الفشار بتاعة الجبنة، وكمان معلقة كبيرة من الكركم، معلقة صغيرة من البابريكا. كل التوابل دي موجودة عند العطار وبسيطة جدا وسهلة. ويا نهار ألوان، وتعالوا بقى نقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. بعد ما قلبت المكونات الجافة هحط عليهم بقى بضاية بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عليهم معلقة زيت نباتي أو أي نوع من الزيت عندك، مفيش أي مشكلة. هنبدأ نقلب المكونات كلها مع بعض وهنبسهم كده زي الكحك والبسكويت، وهنقلب كويس جدا. وهنخلي بقى جنبنا كوباية من المية الصغيرة أو كوباية مية كبيرة على حسب نوع امتصاص الدقيق اللي موجود عندك للسوائل. نزلت بنص الكوباية كده وهنبدأ إن احنا نقلب تقليب بسيط، يعني عجن خفيف جدا. كل ما تحتاجي مية تبدأي إن انت تعجني كويس المكونات اللي موجودة كلها علشان تتجانس مع بعضها ولونها يغير كده. بصوا ازاي لون هايل. اللون اللي معمول ده بسبب الكركم والبابريكا، حاجة بجد في منتهى الجمال. هنبدأ بقى ان احنا ناخد جزء كده على جنب، كرة صغيرة عشان نبدأ نجرب وصفتي. بعد كده رشيت على سطح العمل أو أي ترابيزة موجودة عندك شوية من الدقيق، وبعد كده حطيت الكرة الصغيرة وبططتها كده بإيدي، وبعد كده رليتها بالمردنة أو المنشبة. عايزة يكون السمك ملي ملي بسيط جدا جدا جدا. هنشوف ازاي، وهنفرده فرد عشوائي جدا، وما تقلقيش لو اتقطعت حتة منها عادي. ونبدأ برضو ان احنا نرش شوية من الدقيق على الوش علشان ما تلزقش معايا في المردنة. زي ما قلتلكوا بصوا ازاي حتى لو اتقطعت قطعة بنسيبها ونعجنها مرة تانية. نبدأ نرقق العجينة اللي موجودة عندي علشان يكون سمكها رقيق جدا فوق ما تتخيلوا. هنتعامل مع العجينة دي أو الوصفة دي بكل رقة علشان ما تتكسرش أو تتقطع. بعد كده سويتها بقى بسكينة البيتزا، أو تقدروا إن انتوا تقدروا تستخدموا السكينة العادية عادي جدا. وشلت الزيادات وبدأت أفرد مرة تانية. وهنا بقى في غلطة وقعت فيها، خلي بالكم منها. أنا مرضتش إن أنا أقص التصوير علشان هنعمل واحدة تانية وهنقول لكم إيه الغلطة. الغلطة هنا إنه أنا ما حطيتش شوية من الدقيق تحت العجينة اللي أنا فردتها، عشان كده تحسوا إن هي شوية لازقة في سطح العمل. ولكن كل ده برضو هيتشال بالسكينة بكل سهولة. هي هتتعبكوا شوية، ولكن هي دي بس الغلطة اللي أنا وقعت فيها، فحبيت أوريلكوا النقطة دي. وكمان مرة لما أجي أفرد عجينة مرة تانية هنشوف ازاي تطلع بكل سهولة علشان اتغلفت بالدقيق كويس جدا. وكده أنا قطعتها لمثلثات على الحجم اللي انتي عايزاه، وبعد كده شلتها بقى بقطعة البيتزا أو بالسكينة، تقدري تشيليها زي ما انتي عايزة بالراحة جدا علشان ما تتكسرش. هو ده بقى الغلط اللي بقولكوا عليه، علشان ما كانش فيه شوية دقيق كافيين تحت العجينة لما اتفردت. وبعد ما شلت مثلثات الدوريتوس على الطبق اللي موجود عندي بدأت أفرد عجينة بس أكبر شوية أو كرة أكبر شوية. وهنا بقى اتعلمت من الغلطة. بدأت إن أنا أحط دقيق فوق وتحت كويس جدا وأغلفها بالدقيق، وبعد ما فردتها سويتها زي ما شفنا علشان تكون مستطيلة بالشكل ده. هنشيل كل الزوايد وزي ما قلتلكوا هنعجنها مرة تانية. وبالمردنة بدأت أرق العجينة على قد ما أقدر. بعد كده هنقطعها بقى لخطوط طولية وبعد كده مثلثات. تبدأي ان انتي تشكلي المثلثات اللي عندك. حابة تعملي مثلثات كبيرة مفيش مشكلة، مثلثات صغيرة على حسب الحجم اللي انتي تفضليه.
وهو ده حجم دوريتوس بتاع برّه. ساعات المثلثات بتاعته ما بتكونش يعني متساوية كافية، فعلشان كده حبيت أقول لكم تقدروا تشكّلوا زي ما أنتم عايزين، وقطّعوا وما يهمكوش الزوايد كلّها تتشال وتتعجن مرّة تانية. وادي المثلثات طلعت بكل سهولة، وبصوا ازاي السمك بتاعها ملي بسيط جدا. والمرة دي طلعت سهلة جدا عشان اتغلفت صح بالدقيق، وهو ده الخطأ اللي احنا ممكن نقع فيه. فحبيت اعمل لكم عجينة المرة التانية وتشوفوا شكلها ازاي والتشكيل، وازاي حتى لو اتقطعت، حتى لو واحدة اتقطعت معاكي مش مظبوط، بنلم عجينتنا مرة تانية ونبدأ ان احنا نعجنها. وهيكون بس استخدامنا لمعلقة كبيرة من المية زيادة علشان نقدر نلم بيها العجينة، لأنها بطبيعة الحال اتغلفت بالدقيق، فهتكون شوية قاسية أو ناشفة زي ما بنقول. بصوا طلعت ازاي بكل سهولة، وده بسبب الدقيق اللي كان في الأسفل ليها. عايزة أقولكم إنها كمان كانت بتقع من إيدي كتير من كتر ما هي سهلة جدا في إنها تتشكل وتتقطع، حاجة في منتهى الجمال بجد. خلاص أنا شِلت كده كل المثلثات اللي موجودة عندي. شايفين بقى السمك عامل إزاي، سهلة وبسيطة، كمية ولا أسهل، وبتقع من إيدي برضه، بجد رائعة. تعالوا للخطوة اللي بعد كده، هنكون بقى مجهزين الطاسة على النار، ونبدأ إن احنا نحط شوية من الزيت، تقدروا تقولوا زيت غزير شوية، وما تقلقوش الزيت ده تقدروا تستخدموه مرة تانية، نصفيه ونستخدمه للبطاطس عادي أو تقلوا بيه أي حاجة. وآدي أول واحدة اختبرتها علشان يكون الزيت ساخن جدًا. خلي بالكم هنبدأ إن احنا نقلبها، مش هتاخد لون بني جامد، ولكنها تستوي بسرعة جدًا وبدأت تتجاول وتمشي جوه الطاسة بكل أريحية. خلي بالكم من المعدن والجرانيت، لو هتقدروا تتعاملوا زي ما أنا باتعامل كده بالآلة اللي عندي أو المساكة ما فيش مشكلة، ولكن برضه خلي بالكم على الجرانيت. هنبدأ بقى إن احنا نحط كمية كويسة من المثلثات، وما تكونش كمية كبيرة علشان ما تلزقش في بعض، فتتقلي واحدة واحدة وعلى الهادي. نبدأ بقى إن احنا نقلب أول واحدة حطيناها مع اللي بعد كده ونشيلها على طول. هنا علشان تسريع الفيديو بالظبط هقولكوا أقل تقريبا من 30 ثانية نبدأ إن احنا نشيل كل المثلثات، مش بتاخد أكتر من 30 ثانية على النار. كلها سهلة وبسيطة، وتكوني مجهزة المثلثات علشان ننزل بباقي الكمية واحدة واحدة، ونقلي كده على الهادي وما تستعجليش، وما تديهاش لون أكتر من اللون المطلوب ليها، يعني هو ده اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. وبعد كده حطيتها في المصفى وسامعين الصوت، واو بجد هايل، صوت هايل جدا. الأحجام بتاعة المثلثات هايلة، نفس الشكل بتاع برّه، نفس الأحجام بتاعة برّه، ما فيش زيت خالص زي ما أنتم شايفين. بدأت آخد بقى شوية من الكمية بتاعة الدوريتوس حطيتها في السيرفيس، وهنا التكة الأخيرة وهي خلطة البروستد. خلطة البروستد بتفرق كتير جدًا معانا في الطعم. تقدروا تستخدموا بهارات البطاطس موجودة عند أي عطار، كل البهارات دي موجودة دلوقتي في الأسواق، يعني مش هتدوّري عليها كتير. وادي الكمية التانية بقى حبيت إن أنا أعمل شوية كده حار، بروستد حار. عايزة أقول لكم الطعم ده هينقل الدوريتوس في مكان تاني خالص، تيست عالي جدًا. وهو ده بقى الدوريتوس الحار، والتوابل المستخدمة فيه توابل البروستد الحار، أو توابل البروستد اللي هو عادي البارد. تقدروا تستخدموا التوابل الفيجيتار، بس دي أقوى طبعًا كتير، اسمها كده، أو توابل الكريسبي، الاتنين موجودين عند العطار. وده شكل المثلث حبيت أوريه لكم، بجد مثالي جدًا، وصفة سهلة وبسيطة وبتقرمش. اسمعوا معايا، واو! بجد فخورة جدًا بالوصفة دي، وهتلاقوا طبعًا بعض المثلثات بدأت تنتفخ عادي جدًا. عجينة ناجحة فوق ال100، عملنا كمية هايلة. شوفوا بقى إزاي عملنا الكمية دي في البيت ومتطمنين بدون أي مواد حافظة، بدون أي حاجة تخافوا منها، آمنة جدًا على الأطفال، وكمان سناكس الكبار رائع.
أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقولكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. باي باي.